وزي ما عرفنا الاستاذ جمال العدل اتكلم في قناه الزمالك اللي فيه صفقتين اجنبي مغربي وافريقي هيتعلن عنهم بكره. فزي ما قلت لكم مرينا بكذا مرحله النهارده. الصبح كان في عندنا يأس كبير جدا ومستغربين من حاله الصمت الموجوده في مجلس الاداره، والنهارده 30 يناير ومفيش اي حاجه خالص حصلت. جينا في نص اليوم زي ما قلنا لكم احمد حسام ومحمود حماده، عرفنا ابتدينا نتوسم شويه شويه من الخير. جينا النهارده في نهايه اليوم ابتدينا نسمع بقى كلام ان في خلاص بتخلص ردوش اخيره في محمود صابر. واتاكدنا من الاستاذ جمال العدل بعد الزياره اللي كان النهارده في نادي الزمالك فيها. اتاكدنا ان بعد ما اتكلم في قناه النادي ان خلاص بنخلص في صفقتين دلوقتي مغربي وافريقي. فابتدينا نحس بقى بشويه، لا في شويه امل اهو، في شويه امل. جينا بقى بعد القرار اللي لسه حاصل من شويه. الاتحاد الافريقي اعلن ان عن مد القيد الافريقي ليوم 28 فبراير. طبعا القرار ده اسعدنا كلنا بشكل رهيب جدا جدا. القيد كان بكره هيقفل او كان هيتقفل بكره الساعه 12 بالليل، يوم 31 واحد كان هيتقفل الساعه 12 بالليل. فاحنا كنا تحس كده ان احنا بنصارع الزمن بقى. احنا جينا يوم 30 واحد ابتدينا نعمل الصفقات عشان نتسجل طبعا في افريقيا. فبقى قدامنا يوم، فعاملين نصارع الزمن. هل بقى هنجيب بكره، هنعيد بكره، هنعمل ايه؟ الحمد لله الاتحاد الافريقي مد القيد ليوم 28 فبراير. بقى قدامك شهر كامل تشتغل فيه. فانتوا شايفين. وكمان الاتحاد الافريقي كمان قرر حاجه كمان تانية، ان ممكن اللي لعب في فريق في بطوله افريقيا وراح فريق تاني يلعب معاه. كان بيحصل السنوات السابقه كلها ان لو فريق بيلعب في افريقيا وراح لفريق تاني والفريق ده مشارك في نفس البطوله ما يلعبش معاه. لكن احنا لقينا الاتحاد الافريقي قرر القرار ده. ف